موضوع لذيذ قوي. الانديه اللي بتصارع من اجل يعني ان الدوري يرجع. كابتن حسن حمدي مش عايز الدوري يرجع. هو وممدوح عباس وهاني ابو ريده، دي شله الاصدقاء دلوقتي اللي موجوده على الساحه، هي شله الاصدقاء. ايه اللي بيحصل؟ ممدوح عباس انا اتعاملت معاه، يعني عمره في حياته ما يبعت جواب من غير ما يستشير حد، ولا جواب للاتحاد الدولي وما اعرفش ايه. طبيعي جدا ان اي نادي عايز يشتكي في الاتحاد الدولي بيبعت لاتحاد الكره المصري، عشان من خلال اتحاد الكره المصري اللي هي البيت الشرعي لكره القدم في اي بلد، بيتمضي من المدير التنفيذي ويبعت للاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي يرد عليه. غريبه جدا ان ممدوح عباس بعت على الايميل دايركت، فقيل ان هاني ابو ريده راجل في المكتب التنفيذي، وخالد مرتجي رئيس بعثه النادي الاهلي في لجنه الانديه في الاتحاد الدولي. انتوا عارفين المصالح اللي موجوده دلوقتي، فكره الخناقات. هحكي لكم القصه. ممدوح عباس بعت لوحده مع انه ملوش دعوه بلجنه الانديه، يعني ممدوح عباس خناقته انه يفضل في الزمالك او ما يفضلش في الزمالك. ممدوح عباس بعت بيشتكي، بيقول ازاي رئيس لجنه الانديه يبقى معين ويترأس مجموعه من الرؤساء المنتخبين. تمام؟ ده كلام استاذ ممدوح عباس اللي بعت لوحده بإعاز من الكابتن حسن حمدي ومهندس هاني ابو ريده. من الاخر يعني. فالغريبه ان اتحاد الكوره، الاتحاد الدولي، عمل حاجه غير تماما كل اللي بيحصل في اي حته في الدنيا. راح رادد، بس رد استفسار لاتحاد الكوره، هو انتوا فعلا رئيس لجنه الانديه معين؟ ممكن اسال سؤال، هي لجنه الانديه دي معموله ليه؟ ايه معناها؟ لا الا رابطه محترفين، لا الا اتحاد الكوره بيدير زي كل سنه. مش عارف لجنه الانديه دي معموله ليه. المهم اللي عملها هو الكابتن حسن حمدي، هو اللي اخترعها هو كابتن حسن حمدي. والغريبه جدا ان ممدوح عباس اللي حط اللائحه هو وحسن حمدي بتاعت لجنه الانديه التي لم يتم اعتمادها. حطوا في اللائحه ايه؟ قال لك ان رئيس لجنه الانديه يقعد 4 سنين رئيس لجنه حتى لو مش عضو مجلس اداره خالص. ودي كانت متفصله على مين؟ على الكابتن حسن حمدي. الكابتن حسن حمدي كان من المتوقع، الدنيا ماشيه وبتاع وبند 8 سنوات، انه يخرج من النادي الاهلي، فيتم انتخابه قبل ما يخرج بشهر وقبل الانتخابات، ويقعد 4 سنين سواء موجود هو كرئيس نادي او مش موجود كرئيس نادي. غريبه جدا بقى ان الاستاذ ممدوح عباس، لازم يعرفوا يا جماعه بس، والكابتن حسن حمدي. الاستاذ ممدوح عباس اولا رفع قضيه على كمال درويش، ولو حسن حمدي ودى الجواب دوت للاتحاد الدولي فهتتقال بقى اهلي وزمالك، فلا نضرب ممدوح عباس في كمال درويش. ما هو الزمالك طول عمره بتاع مشاكل، وطول عمره الاثنين بيتخانقوا مع بعض، ومرتضى منصور وممدوح عباس وكمال درويش قصه قديمه، واسماعيل سليم، فمش قصه. فممدوح عباس نخليه يضرب في مين؟ في كمال درويش. اصل كمال درويش هو اللي جه على حسابه. راح ممدوح عباس رفع قضيه على مين؟ على الوزير عشان يعود. انتوا مش فاكرين القصه دي؟ انا متهيألي القصه دي قديمه، كان مرتضى منصور عملها وممدوح عباس كان بيعاني منها. وممدوح عباس كان بيقول مرتضى بيعرقل المراكب السائره، هو كل شويه مرتضى يرفع قضيه، انا مش عارف اشتغل، وطالما النادي مستقر وواخد بطوله مرتضى بيعمل كده ليه؟ فمرتضى قرر انه يتنازل. بس الدور جه لف ولف وجه على ممدوح عباس، بقى هو اللي يرفع على كمال، رغم ان كمال ومجلسه عمل نوع من الاستقرار وخد كاس مصر. بس لا، ما ينفعش. وكمان يضرب في كمال، اما يكون رئيس نادي الزمالك بقى رئيس لجنه الانديه. لا، هو ممدوح عباس مش عايز كده، هو عايز كابتن حسن حمدي لان علاقاته وصداقاته اقوى، وهاني ابو ريده عايز كده لان هاني ابو ريده هو الصديق الصدوق للكابتن حسن حمدي، بدليل ان هو اللي راح معاه في موقفه. اما حصل موقف في النيابه والكفاله ال 2 مليون جنيه، كان هو اللي معاه وخارج معاه وتمام. هل هي القصه يا جماعه بتدار كده؟ هل بهذه الطريقه تدار؟ نرجع تاني يا جماعه واسال سؤال. دلوقتي ما نسمعناه